خلاص خلاص خلاص، ايوه بقى. ايوه بقى يا رجاله، هو ده اللي احنا محتاجينه. ايوه بقى يا رجاله، هو ده اللي احنا عايزينه. حسم الصعود بدري ونريح دماغنا وفكنا من آلات الحاسبة وحسم. اول الصاعدين للدور القادم هو منتخب مصر، وفي انجاز يعني رحله تاريخيه بيبداها معانا كابتن حسام حسن. بس اتمنى باذن الله تكمل على خير. امبارح قلت لك منتخب جنوب افريقيا من اصعب المنتخبات، ومباراه هتكون من اصعب المباريات اللي انت هتلعبها في افريقيا، ودي هتكون حسم للصعود بتاعك، ودي بتحديد مين هو اللي هيصعد مركز اول. وانت كده حسمت الصعود رسميا. رسميا حسم الصعود للدور القادم باذن الله تعالى. في مباريات يعني في مباراه بعد مباراه ملحميه بداتها الشوط الاول كنت انت افضل. بداتها الشوط الاول رغم استحواذ جنوب افريقيا، بس انت بتلعب كوره عندك اداء مغير تماما عن الاداء اللي كنت بتلعبه في المباريات اللي فاتت. انت النهارده بتلعب مباراه خير، بتلعب اداء خير، بتلعب رجوله خير، بتلعب روح خير، بتلعب بوجود خير. عشان كده ربنا بيكافئك، عشان انت عندك روح وعندك اداء وعندك يعني جرينتا. رغم النقص العددي انت كنت قادر انك تفوز. رغم النقص العددي انت عارف تعمل بلوك دفاع قوي. رغم ان انا كنت في بعض يعني في الشوط الثاني حاسس ان جنوب افريقيا اخطر، حاسس ان جنوب افريقيا ممكن يسجل التعادل في اي وقت كان. لكن انت بالروح بالجرينتا بالعزيمه بالرجاله اللي موجوده في ارض الملعب ربنا لازم يكافئك. ما انت مش هتتعب كده هباء. مش هتتعب. المباراه النهارده انا شايفها تكتيكيه بحته. وحلو لما العب مباراه تكتيكيه مع الروح مع الجرينتا. شابوه ياسر ابراهيم النهارده لازم احييه. شابوه محمد الشناوي لازم كمان ياخد التحيه. لما بتبقى موجود لازم نقول لك انت النهارده كنت موجود وليك دور. فشابوه محمد الشناوي النهارده على الاداء. شابوه ياسر ابراهيم النهارده على الاداء. شابوه رامي ربيعه النهارده على الاداء. لازم كل واحد ياخد حقه. رغم ان كان في بعض الكسور، رغم ان كان في، بس كان في روح، كان في قتاليه، كان في رجوله في ارض الملعب، كان في تكتيك، كان في خط دفاع واقف على حيله قدام منتخب عنده خط هجوم يعني مرعب. فما شاء الله النهارده لعبنا مباراه تكتيكيه بحته ومباراه كبيره جدا لعبناها النهارده. قدرنا ان احنا نجيب الهدف عن طريق حتى لو كانت ركله جزاء بعد الرجوع للفار، لكن الحمد لله فوز وانتصار مهم جدا وصعود بدري عشان نريح دماغنا ونريح في الفتره اللي جايه عشان نخش بقى المعمعه بقى وخروج المغلوب في الفتره اللي جايه بعد دور المجموعات. اول الصاعدين باذن الله تعالى هو المنتخب المصري، وحسم الصعود بدري بيريحنا من حاجات كتير ومن تعب تخليك ترتاح عشان تخش الدور اللي بعديه انت فايق، انت افضل، انت احسن، انت بتدي رساله قويه للمنتخبات ان انت جاي في الطريق، ان انت عندك حاجه قادر تعملها، ان انت عندك حاجات كتير. شابوه للمنتخب وشابوه لكل اللعيبه كانوا رجاله النهارده. شابوه على الاقل برضو عند يا جدعان اقسم بالله يعني احنا مهما اتكلمنا عندنا قصور، بس رغم القصور دي لازم في وقت زي ده تحيه للصعود، تحيه لكل حاجه، تحيه لمباراه كبيره زي دي قدام منتخب. يعني انت صعب تعمل معاه كده رغم ان الاداء المذبذب في الفتره الاخيره، رغم ان انت عندك الامكانيات وعندك اللعيبه، لكن في حاجات كتيره جدا الفتره اللي فاتت كانت مخلينا ان احنا مش قادرين نتكلم. لكن بجد شابوه النهارده، شابوه اداء تاريخي، شابوه فوز تاريخي، شابوه صعود تاريخي، شابوه كل حاجه. عايزين نصعد بقى مرتاحين زي كل مره. الحمد لله الحمد لله عملنا ده، الحمد لله حققنا ده. اول خطوه في البطوله دي، اول خطوه في البطوله ايا كان بنتيجه المباراه اللي جايه هتكون ايه مش مشكله بالنسبه لي. المهم بالنسبه لي ان دي اول خطوه في المباراه في البطوله، خطوه جيده. نمسك في الخطوات اللي جايه، وباذن الله ربنا يوفقنا، باذن الله نكون عندنا روح، باذن الله نكون رجاله، باذن الله نرجع بالبطوله. مش بعيد ومش مستحيله ومفيش حاجه بعيده عن ربنا. ربنا ما بيضيعش تعب حد ابدا. طول ما انت تعبت واجتهدت وعملت ووفقت اللي عليك وقريب من ربنا، ربنا عمره ما هيضيعك ابدا. فانا بالنسبه لي شابوه بجد النهارده المباراه. ايا كان ان ممكن يكون حد يتفق يختلف معايا ان لا برضو عندنا قصور، مش بقول لك لا، عندنا حاجات مش بقول لك لا، بس محتاجين نفرح، محتاجين نصعد واحنا مرتاحين، محتاجين نصعد في ظل ما احنا اصلا بعيد محتاجين نصعد
في ظل ما احنا يعني حاجات كتيره الواحد لازم يتكلم عليها. فبجد يعني شابوه للاداء المنتخب، شابوه لكابتن حسام حسن، شابوه لحاجات كتير جدا. فلا انا طالع من النهارده بحيي المنتخب، وطالع بحيي الاداء، وطالع بحيي الكلام ده كله، عشان بجد 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 احنا قدمنا النهارده مباراه كبيره. احنا النهارده قدمنا مباراه كبيره، فلازم في ظل التقديم ده، وفي ظل وجود لعيبه النهارده كانت على قدر المسؤوليه، وفي ظل ان كابتن حسام حسن قدر ان هو على الاقل يطلع بالمباراه باقل الخسائر رغم الطرد في نهايه الشوط الاول، لكن انت نازل الشوط الثاني عارف انت نازل تعمل ايه كويس، قدرت انك تسحب. يعني تعبت في المباراه، اللعيبه تعبت وجابت مجهود وعملت كل حاجه في المباراه، لكن انت عرفت ازاي انك تنهي المباراه وتاخد المباراه الى بر الامان. فالحمد لله، مبروك للجمهور المصري، ومبروك للشعب المصري، ومبروك لمصر على الصعود الرسمي واول الصاعدين للدور القادم. وباذن الله يعني التوفيق في الفتره اللي جايه، نريح بقى المباراه اللي جايه، نلعب مباراه كده حلوه قدام انجولا باذن الله، نكسب 1-2-0 كده في المستريح وبالراحه وعلى الهادي، عشان باذن الله نخش بعد كده في المعمعه الحقيقيه، وفي الصعود الحقيقي، وفي الكاس اللي انت عايز بقى تحققه باذن الله تعالى في المباريات المقبله باذن الله. بالتوفيق للجميع، انتظروني في ما هو قادم. سلام.